امتى واصحى امتى؟ السؤال ده هيفضل يراودك طول فترة الثانوية العامة وطول حياتك، بس يعني الثانوية العامة بالذات. هنا شكلين: شكل هيفضل سهران طول الليل قاعد بيذاكر لحد ما يطلع عليه الصبح يكون خلص اللي عليه ساعتها ينام. الناس اللي اتبعت المقولة بتاعت بقدر الكد تكتسب المعالي ومن طلب العلا سهر الليالي، بالتالي اللي المفروض على 10 11 12 يكون نام ويصحى مثلا على بعد الفجر او الفجر، يذاكر الفترة دي لحد ميعاد الظهر ولحد ما ينزل دروسه. ده مش غلط وده مش غلط، بس الفكرة انت متعود على ايه وانت مستريح في ايه. الناس اشكال وطوائف، مفيش حد زي حد. الفكره انت تكون مستريح مع ده وشايف ان الطريقه دي جايبه معاك انتاجيه حلوه، خلاص كمل فيها ما تغيرهاش. ارشح لك حاجه او هتسمع مني نصيحتي، فصدقني الطريقه ان انت تصحى تنام على 10 11 وتصحى الفجر، دي الطريقه الفعاله بجد. الفتره ما بين الفجر والظهر دي ما تفهمش فيه ايه، بس بجد الساعة فيها بتاع الساعة 3 ساعات من أي وقت في اليوم. الموضوع ده كان دايما بيفكرني بالحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول فيه: بورك لأمتي في بكورها. أنا عن نفسي فترة الثانوية العامة، خلينا نقول من أول مثلا شهر 8 لحد شهر 1 2 كنت بسهر الليالي وبطلب علا، وكنت ساعات بنام عادي برضه. ما كانش فيها الضغط الكبير قوي اللي يجبرك ان انت تضغط نفسك. يعني اول بقى شهر 1 لحد فترة مثلا شهر 5 انا كنت بدأت اتدرج في موضوع ان انا احاول انام بدري واصحى الفجر. خلينا نقول في شهر 3 شهر 4 الشهور دي انا كنت وصلت اصلا ان انا ممكن انام الساعة 1 واصحى الفجر، انام الساعة 2 واصحى الفجر وما عنديش اي مشكلة. انا شايف ان انا انام احسن دلوقتي عشان اصحى فايق. بالمناسبة سيرة النوم، انا مثلا النهاردة كل اللي انا نمته كان ساعتين من الساعة شهر 5 وشهر 6. أنا كانت أمنيتي الوحيدة إن أنا أنام، بس أنا ما كانش عايز أكتر من إن أنا أنام. بقى بالنسبة لفترة الامتحانات، فالفترة دي أنا افتريت فيها في النوم، وأنت المفروض تعمل كده. أنت لازم تروح الامتحان وأنت نايم مش أقل من 8 ساعات، وعلى فكرة ده معدل النوم الطبيعي عند أي إنسان، بس مش الإنسان اللي في ثانوية عامة. أخيرا بقى عايز أقولها لك كدكتور صيدلاني: قوم ذاكر.